مساء الخير. يا مساء الخيرات. المجموعة دي من الحلقات احنا هنتكلم على العلاقات. إمم. العلاقات الراجل والست، الأسرة. ازاي العلاقات في الأسرة بتأثر ببعضها وازاي احنا بنشوف نفسنا جوه العلاقات ما بيننا وبين بعض. هنبدأ الأول بقى قبل تكوين الأسرة لسه ما اتكونتش أو اللي إمم. مش عايز تتكون دي. فالستات فكرة أنا لسه ما اتجوزتش، انا حاسه ان انا اتاخرت في الجواز، انا المفروض كنت اتجوز، انا المفروض. الموضوع ده بيحصل كتير وساعات بصراحه ده ساعات بيستفزني انا لما يجي لي حد اصل انا قلت له كذا فقال لي كذا، في رايك يبقى هو كده بيحبني ولا هو كده ما بيحبنيش؟ وندخل بقى في دايلمة اللي هو انا مش حلال مشاكل ان هو قال لي وما قاليش يعني. بس ليه الناس دايما، او ليه الناس حصل دلوقتي لخبطه في سن الجواز، او تغير بلاش لخبطه، تغير في سن الجواز وده انت شايفاه ازاي دلوقتي حاصل؟ والله يا دكتور أنا هاسأل بس حضرتك سؤال، هو عندك لمبة جاز في بيتك؟ لا. أمال لمّا الدنيا تليل بتعمل إيه؟ ولع في بعض. هندوس على النور هيولع المفروض. بس كده. كلمة بقى تأخُّر سِن الزواج عاملة بالضبط زي حاجة متحفية، حاجة أسطورية من 50 سَنة فاتت. ممكن أقول لك إن البنت أو الست اللي بتوصل ل30 سَنة مثلًا كده متأخّرة، ممكن أقول لك الراجل اللي يوصل ل40 سَنة كده يبقى متأخّر. الكلام ده مش مضبوط النهارده يا دكتور. ليه بقى؟ تعالَ ما لناش دعوة خالص بالناس، ما لناش دعوة بالست والراجل، خلّينا نبُص للدنيا، الدنيا نفسها. بُص كده، زمان من 50 سَنة كانت اليوم بيخلص الساعة كام؟ على المغرب. النهارده اليوم بيخلص الساعة كام؟ بعد نص الليل بشويه. بعد نُص الليل، يعني من 08:00 ل12:00 نقول تِلت اليوم بالضبط زاد، مضبوط؟ طيب الصيف كان بيخلص في شهر كام؟ 8 9 النهارده الصيف بيخلص في شهر كام؟ 11. يبقى 8 9 يعني حوالي 3 شهور، يعني برضه ربع أو تِلت السنة مم. زادت مم. صيف، مضبوط؟ طيب الفاكهة كانت بتيجي وتخلص، فاكهة الصيف في شهر كام؟ مانجا مثلًا. لا يعني 7 8 بكتير، اول 9 يعني. النهارده تفضل المانجا في السوق لحد كام؟ مم. فالطبيعة كلها حصل لها shifting يا دكتور. النهار والشباب والصبا حصل له shifting 20 سنة، يعني ده تقريبا ربع عمر البني آدم اتشفت لقدام. فزمان الست كانت بتوصل ل40 سنة كانت شكلها عامل ازاي؟ كبرت يعني كبرت في بتسند وهي المفهوم بتاع قايمة الناس. والبطانية اللي على ركابها عشان الروماتيزم. النهاردة البنت اللي عندها 40 سنة صحتها عاملة ازاي وقدراتها العقلية عاملة ازاي؟ مم. بنفس سن اللي عندها 20 سنة يا دكتور. فالنهاردة حصل ديلي 20 سنة للنضج للشباب. حتى منظمة الصحة 20 العالمية سنه بلس بوتوكس. بلس بوتوكس اوكي. ماشي. اهو من التكنولوجيا بتساعدنا برضه. النهارده البنت اللي عندها 40 سنة أو 35 سنة هي في حيوية وفي شباب وفي نضج البنت أم 20 سنة من 50 سنة يا دكتور. وكذلك الرجل. طيب ليه ده حصل؟ حصل ده لأن في تسارع، الحاجة ما لحقتش تتهضم. احنا الحاجة اللي زمان كانت بتاخد 3 ساعات النهاردة بتاخد 3 دقايق. فاحنا كبرنا سنا ولم ننضج وجدانيا. فربنا سبحانه وتعالى راح سمح لنا بقى ان النضج يبقى متأخر، وكذلك الوعي بالزواج وبالعلاقة وبالشريك الحياة هو كمان اتأخر، ومعاها تأخر في ظروف الحياة أو صعوبات أكتر في ظروف الحياة. فالبنت اللي تقول أنا وصلت ل30 سنة ولا 35 سنة ما اتجوزتش، أنت لسه بوجدان وسن البنت اللي عندها 20 سنة. وادخلي جوه نفسك وهتشوفي زي ما الطبيعة كلها اتغيرت. طيب لا أصل بقى العلم يقول إيه؟ مخزون البويضات. ما هو أنت كنت محتاجة مخزون كبير من البويضات زمان عشان كنت عايزة 10 12 عيل. النهاردة أنت مش محتاجة 10 12 عيل، هو واحد قليل و2 بيبقوا كتير قوي. فاحنا بنتصرف في طفلين، مش محتاجين رحلة طويلة من الأمومة والخلفة والولادة البيولوجية. احنا مش محتاجين العدد ده النهاردة. فاطمئن يا ست الكل، انت في رينج البنت ام 17 و20 سنة من 50 سنة. ماشي، ده في الرينج التعاملات، او في رينج احساسها، او في رينج صحتها او كده. ولكن اظن ان كمان في عوامل اجتماعيه للقصه دي، في شكل علاقات الناس ببعضها، في شكل اهتمام الناس بتكوين اسره، في فهم كلمه اسره، في فهم تكوين الاسره. بتهيألي ان كل ده برضو اتغير. لو
بمنطلق او بالمثل بتاع لمبه الجاز، هو فهمه اتغير، مش دايما للاحسن ولكن فهمه اتغير، وبالتالي بقى الدخول في علاقه اللي بتوصل الى تكوين الاسره بقى اقل. ما أنا مش عايزة أدخل في حتة الثيرابي، لأن إحنا متصورين النهاردة إن علاقة الزواج هي تعويضات على اللي انتقص مننا وإحنا أطفال، والزواج مش تعويضات، والزواج مش مؤسسة بسدد فيها احتياجاتي اللي ناقصاني، وإلا كان الأولى أتجوز وأنا طفل احتياجاتي أكتر وعجزي أكبر. الزواج مؤسسة نضج، مؤسسة شراكة، مؤسسة عطاء متبادل، مؤسسة إحنا الاتنين بنقدم إمكانياتنا اللي وصلنا لها في نضجنا لخدمة المؤسسة دي، وده مفهوم الأسرة الحقيقي. اللي مين بقى داخل الجواز بالمفهوم ده؟ نادر. ومين داخل الجواز او داخل العلاقه بمفهوم ان انا شخص كامل وانت شخص كامل، وعلاقتنا مع بعض عشان نخلق المساحه الزياده، عشان نخلق القيمه المضافه، عشان نخلق حاجه مختلفه مع بعض، مش عشان انا محتاج حد ارمي عليه الاعتماديه بتاعتي او ان هو يبقى موجود معايا، او محتاج حد اتحكم فيه واغيره واشكله واعمله. فانا محتاج ابقى الاول انا شخص كامل، واللي قدامي او اللي معايا شخص كامل عشان نقدر نعمل علاقه مع بعض. لكن لو انا شخص مش كامل، فاللي قدامي هيعمل معايا علاقه ازاي؟ يعني طول الوقت هتبقى العلاقه مش موجوده اصلا. احنا محتاجين احنا الاتنين يبقى عندنا النضج اللي هو الشخصيه على بعضها، عشان تقدر تختار. حتى لما اختار حد ابقى انا عارف هو اوله من اخره ايه، وهو عارف انا اولي من اخري ايه، وبعدين هنختار بعض على هذا الاساس. وفكره ان انا هختار حد عشان اغيره واشكله واعمله، طب ما هو انت اخترته ليه من الاول بس انت مش عاجبك وعايز تغيره وتشكله؟ بالظبط. أنا بكمل نفسي بآخر، لا مش ده الزواج. أنا بس يعني بأفسح مساحة مني للآخر وهو كمان، فبنعمل مساحة مشتركة نقدم فيها أحسن ما عندنا وأجود ما عندنا وأنضج ما وصلنا له في كبرنا الشخصي. أنا بكبر الأول وبعدين أتجوز، مش بتجوز الأول وأخليه هو يسدد لي احتياجاتي أو العكس، لا طبعا. وده اللي خلى مفهوم الزواج بقى في مشكل، لأن أنا داخل بتوقعات ما بلاقيهاش، وهو داخل بتوقعات مش بلاقيها، وبالتالي بتبدأ مشاكل وبتسارع معدلات الطلاق بشكل غير طبيعي الفترة دي، لأن المفهوم اللي اتجوزنا بيه هو أصلا مفهوم فاسد. فبالتالي فكرة أنا كبرت فأنا لازم ألحق أتجوز ولازم ألحق أعمل، هو واحد، هو السن ما بقاش هو بنفس الحكم بتاع السن بتاع زمان. اتنين، نضج الناس وتركيزها في نضجها على تكوين علاقة وتكوين أسرة بقى أقل للانشغال وللحياة ولسرعة الحياة. تلاتة، إن أنا محتاج أفهم ان انا محتاج النضج بتاعي يبقى كامل واللي قدامي يبقى كامل عشان نعرف نعمل علاقة مستديمة هتقدر تكمل وتقدر تقاوم مع الضغوط بتاعت الدنيا والحياة. بالظبط. فاكر حضرتك لما قلت لنا ان انا استحق ولا لا؟ طب واللي انا استحقه ده هحافظ عليه ولا لا؟ فانا عايزه اتجوز الحق سني، طب اتجوزت بتحافظ على الجواز؟ فاهم يعني ايه زواج؟ فاهم تأدي فيه قد ايه عشان تحافظ عليه؟ هي القصه مش انك تتجوز، لا، انك تتجوز وتحافظ على مؤسسه الاسره اللي انت اسستها دي. شكرا جميل. جزيلا. شكرا لك.